صديقي العزيز، تخيل انك انت في يوم من الايام تصحى من النوم وتلاقي حياتك كلها مقلوبة رأسا على عقب، وتلاقي ان كل المسلمات اللي انت كنت عارفها واللي انت كنت معترف بيها عبارة عن حاجة انت بدأت تشكك فيها. فالحاجة الحقيقية بالنسبة لك اصبحت بالنسبة لك هو ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه؟ هو ده بالظبط اللي انا حسيته واللي انا شفته واللي انا مريت بيه مع شخصيات رواية ديمونولوجي للكاتب هيثم موسى. الرواية اللي معانا النهاردة هي رواية ديمونولوجي الصادرة من دار إبهار في معرض الكتاب عام 2022 من كتابة الكاتب الشاب هيثم موسى، وعدد صفحات العمل 295 صفحة. خليني في البداية أقول إن أحداث الرواية بتحصل في مقاطعة أسكس في عام 1969 في إنجلترا. فطول فترة قراءتك للرواية هتحس بإنك أنت بتقرأ عمل أجنبي ولكن بقلم مصري، أو هتحس إنك بتقرأ عمل أجنبي ولكن بنكهة عربية وبنكهة مصرية نوعا ما، من غير ما يبقى فيه إخلال بالروح الأجنبية للنص اللي المفروض إنها تكون موجودة داخل هذا العمل، بما إنه أحداثه بتدور بره مصر وأبطاله مش عرب. وبرضه من النقط المهمة اللي أنا محتاج إن أنا أتكلم عنها هي إن أنا واحد من الناس اللي بتحب أدب الرعب. يعني أنا ما عنديش مشكلة نهائيا مع أدب الرعب، وبحب أدب الرعب، وعارف إن العمل الأول للكاتب اللي كان بيحمل اسم شمياطس هو عمل رعب شرقي. يعني الرعب اللي فيها رعب شرقي، مش من الرعب اللي فيه جن وعفاريت بالشكل اللي احنا بنشوفه مثلا في روايات كتيرة او زي اللي بيطلع مثلا في السينما، ولكن الرعب اللي فيها رعب شرقي نوعا ما. فدي حاجة بالنسبة لي كانت حلوة وكانت جميلة. لكن ان الكاتب يجي لي في عمله التاني في ديمونولوجي ولاقيه بيقدم لي رعب نفسي معتمد على الخلطة النفسية للمرض النفسي والتلاعب النفسي والامراض النفسية والحواري المزانق النفسية بتاعت الفرد واللي موجود جوه المجتمع وبتاعت بطل الرواية، فدي حاجة بالنسبة لي كانت حلوة جدا وكانت جميلة وكانت مختلفة وكانت جيدة، وعملها الكاتب بشكل حلو جدا وبشكل جميل أنا لا أنكره على الإطلاق. فهتلاقي إن الرواية بتتكلم عن أمراض نفسية كتير، بتعرض لك أنواعها، أشكالها، أعراضها، طرق الوقاية أو العلاج منها ممكن تكون عاملة إزاي. فالرواية بتبتدي معانا بمشهد لشخصية معينة كان أصابها الأرق، فصحيت بالليل وقرر إن هو يطلع يشم شوية هوا حلوين كده في البلكونة، في الشرفة بتاعت منزله، في بلكونة بيته. فبيضرب بعينه في الجنينة اللي قدام البيت فبيشوف كيان شيطاني. والفكرة ان تعرض الشخص ده لرؤية الكيان الشيطاني دخلته في حالة نفسية غريبة جدا وصعبة جدا. بيقرر الشخص ده على اساسها ان هو يروح لطبيب ومعالج نفسي علشان يحاول انه يلاقي حل ويدور على حل للحالة النفسية وللوضع الغريب اللي هو دخله من ساعة ما شاف الكيان ده قدامه. ولكن الطبيب بيقرر ان هو يعالج الشخص ده بالتنويم المغناطيسي، او ما يعرف بالتنويم المغناطيسي. بعد كده بننتقل مع الكاتب لمشهد اخر لشخصية اخرى، وهي قاعدة في بيتها وعايشة حياتها بشكل عشوائي جدا وبوهيمي جدا. تحس ان الشخصية دي من شخصيات الهيبيز اللي كنا بنشوفها في افلام اللي موجودة في السبعينات مثلا. والشخصية دي بيزورها شخصية اخرى بتبتدي تتكلم معاها. من سياق الحديث ومن سياق الحوار بنكتشف ان الباشا ده اللي انا بقول انه عايش حياته بشكل بوهيمي وعشوائي هو احد ابناء الشياطين اللي عايشين على الارض، وان الشخص ده من عائلة حرفيا كبيرة جدا ومرموقة جدا في الجحيم، وان الراجل ده او الشخص ده مقدر ليه انه يحكم الجحيم دلوقتي او بعد عيلته، او هو خلاص he is the next in line. يعني هو خلاص هو الوريث دلوقتي لحكم العيلة دي وحكم مملكة الجحيم. بالك يا هيثم؟ مالك يا بابا؟ رايح بينا فين؟ رايح بينا فين يا حبيبي؟ فالكاتب بياخدنا في رحلة جوه الطب النفسي وجوه نقطة معينة، وهي الاعتراف في الدين المسيحي. انك انت تروح وتعترف. هل ده ممكن يكون سلاح ذو حدين مثلا؟ طيب بلاش كل ده. الطبيب نفسه، الطبيب على قد ما هو مهنته مهنة علاجية ومهنة سامية، إلا إنه المهنة دي إذا أسيء استخدامها فهتتحول لشيء أقرب إلى الجحيم. لأن في بعض المواقف زي ما حصل داخل الرواية تم استخدام الطب والطبيب للانتقام الشخصي بشكل طبي وبشكل ميديكال. فالموضوع كان
مؤلم بدرجة غير طبيعية. فالكاتب هيثم موسى من خلال الشخصيات بتاعته، من خلال الحوار اللي بيدور ما بين الشخصيات، قدر ان هو يعرض لي افكار كتيرة جدا، منها افكار علمية ومنها افكار فيها فلسفة وافكار طبية وافكار اخلاقية وحاجات كتيرة تانية قدر ان هو يعبر عنها بشكل بسيط وبشكل سلس من خلال الحوار اللي كان بيدور ما بين الشخصيات، وكأن كان في ديبيت او كان في نقدر نقول نقاش، او نقدر نقول ان كان في حوار داير ما بين الشخصيات بيتكلموا فيه عن مواضيع كتيرة بيعلمنا عن طريقها الكاتب، او بيقول لنا عن طريقها الكاتب، او بيقول لنا وبيوصل لنا الكاتب عن طريقها الافكار اللي هو حابب انه يوصلها لنا داخل الرواية. من اهم الحاجات اللي اتكلم عنها الكاتب كانت المرض والألم والموت والانتقام والقتل والطب، لان في سلسلة جرائم كانت بتدور جوه الرواية، وكان في سلسلة تحقيقات بتحصل علشان نحاول ان احنا نشوف مين هو القاتل المجهول ومين هو مرتكب الجرائم دي، علشان من خلال عملية البحث والتحقيق اللي كانت بتحصل نقدر ان احنا نكتشف المذنب اللي مش عايز اقول انه صدمني، لكن انا كنت متوقع انه يكون ده، وفي نفس التوقيت ما كنتش شخصيا قادر استوعب انه المفروض ان الشخص ده يعمل كده. يعني مثلا من اكتر الحاجات اللي انا حسيت انها موجودة بكثرة داخل الرواية هي المؤامرات. تحس ان فلان بيتآمر على فلان، وعلان بيتآمر على فلان، وفلان بيتآمر على علان، وقد تكون الشخصيات كلها بتتآمر عليك انت شخصيا. كان في تشعب كبير جدا ما بين المؤامرات وما بين الاحداث وما بين الجرائم وسلسله التحقيقات والحاجات ال نقدر نقول الايه الباراسايكولوجيكال اللي كانت بتحصل جوه الروايه، بحاجات الديمونولوجي اللي كانت موجوده جوه الروايه، ثم مبدا الديمونولوجي وهل هو علم ولا هو مش علم، هل هو فعلا علم يستحق الدراسه ولا هو لا علم لا يستحق الدراسه ولا اي حاجه. فالكاتب فعلا كان بيتكلم معانا داخل الروايه في مصطلحات كتيره جدا وفي مواضيع كتيره جدا، ولكن ما كانتش بشكل عشوائي، ولكن كانت بشكل نقدر نقول هو كان منظم وكان حلو وكان جميل. عن طريق الحاجات دي كلها اقدر اقول ان الكاتب قدر ان هو يطلع اسوأ ما في النفس البشريه داخل الروايه ويعرضه لنا. يعني الكاتب قدر ان هو يطلع كوابيسك المنيله ب60 نيله ويطلعها لك مكتوبه على الورق داخل صفحات هذا العمل. وبرده انا مش بتكلم على الموضوع ده بشكل سلبي، لان دي حاجه بالنسبه لي انا كنت شايفها حاجه كويسه جدا، وقدر الكاتب ان هو يعبر عنها باسلوب حلو وباسلوب سلس وباسلوب جميل. من الحاجات الحلوه اللي كانت موجوده داخل الروايه واللي عجبتني كانت التنقلات اللي كانت موجوده ما بين الشخصيات وما بين الاحداث وما بين الازمنه. اتعملت بشكل حلو جدا واتعملت بشكل كويس واتعملت بشكل كان معتدل، يعني ما كانش احسن تنقل ممكن نشوفه، وفي نفس الوقت ما كانش تنقل سيء، ولكن تنقل متوسط في جودته. في بعض الاوقات كنت بحس ان التنقل مظبوط 100%، وفي بعض الاوقات كنت بحس ان التنقل لا كان محتاج يتظبط سنه، لا كان محتاج يتصنفر، كان محتاج ان احنا ناخره شويه، لا ده كان لازم يتقدم سنه. ولكن التنقلات بشكل عام كانت تنقلات جيده. عجبتني جدا برضو سياق الشخصيات، رسم الشخصيات، الصوت الخاص بكل شخصيه. من برضو الحاجات الكتيره اللي كانت عجباني كانت الطريقه اللي الكاتب كان بيتلاعب فيها بافكاري. مش عارف هتفهموا النقطه دي ولا لا، بس الفكره ان الكاتب احس ان هو مادد ايده جوه دماغي وبيلعب في افكاري وهو اللي بيحركها من خلال اللي مكتوب على صفحات الروايه. كان احساس جديد بالنسبه لي، واحساس حبيته نوعا ما، واحساس ما كنتش مرتاح له في نفس الوقت، ان انا احس ان انا في حد متحكم في تفكيري. يعني من الحاجات الحلوه جدا واللي عجبتني برضو داخل الروايه كانت كميه المعلومات الكبيره جدا اللي قدر الكاتب ان هو يوصلها لي عن طريق الاحداث اللي كانت موجوده في الروايه، زي مثلا المعلومات الطبيه او المعلومات اللي ليها علاقه بالديمونولوجي او التقصي او التحقيقات البوليسيه اللي كانت بتتعمل في الجرائم او طريقه ارتكاب الجرائم نفسها. كل الحاجات دي واكتر عرف الكاتب ان هو يوضحها لي ويفسرها لي اكتر عن طريق الهوامش الجانبيه او الهوامش السفليه اللي كانت موجوده في اسفل الصفحات، ودي حاجه كانت من الحاجات المهمه جدا، وحاجه من الحاجات اللي سهلت عليا كقارئ اني اقدر اني اتعامل واني اكمل الروايه ببعض المصطلحات الكبيره والمعقده نسبيا اللي كانت موجوده داخل الروايه. لكن الكاتب زي ما قلت قدر ان هو يشرحها بشكل كويس جدا في الهوامش السفليه من الروايه اللي كانت موجوده في بعض الصفحات اللي عن طريقها قدر ان هو يشرح الحاجات دي كلها. خليني دلوقتي اتكلم معاكم في اكبر نقطه قوه داخل الروايه، واللي للاسف هياها اكبر نقطه ضعف داخل الروايه، وهي المشهديه العاليه جدا 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 جدا. انا ممكن اقعد اقول جدا دي لحد بكره،
بسبب النقطة دي. المشهدية العالية اللي كانت موجودة داخل الرواية ما كانتش مشهدية روائية، ولكن كانت مشهدية سينمائية، بمعنى ان انا كنت حاسس ان الكاتب كان متمكن جدا من ادواته في استخدام عنصر المشهدية، اللي خلتني اسأل نفسي سؤال مهم: هي دي رواية ولا ده فيلم مكتوب على صفحات رواية؟ لان هيثم موسى عرف يعمل ريسيرش محترم جدا وقوي جدا عن الموضوع اللي هو كان حابب انه يكتب عنه داخل صفحات هذا العمل، لكن لما جه يستعرض معايا الاحداث والقصة، الموضوع قلب معاه من اخراج روائي للاحداث لاخراج سينمائي للاحداث مكتوب على ورق. وإن لم يخلو العمل طبعا من أركان الرواية اللي أكيد كانت موجودة، ولكن أضعفها المشهدية العالية جدا السينمائية اللي كانت موجودة. أنا دايما بقول حاجة معينة، وهو إن أنا عندي دايما فرق ما بين القصة وطريقة حكي القصة. إن القصة اللي عندنا حلوة جدا، لكن لما جينا نحكي القصة طلعناها بشكل سينمائي اكتر ما هي بشكل روائي، فبالتالي بقت في حالة في النص. ويمكن من اكتر النقط اللي وضحت لي واكدت لي الموضوع ده كان التوالي الزمني او اللعب بالمتوالية الزمنية ما بين يمين وشمال، وترتيب الاحداث الزمني، وحركة الفلاش باك اللي كان بيتعمل بشكل عشوائي علشان تحس انك انت بتجيب من الشرق ومن الغرب ومن اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت علشان تربط الاحداث بشكل عشوائي، علشان في الاخر تكتشف ان في نقطة معينة انت غفلت منها في لحظة ما في الفلاش باك الفلاني، ربط مع الفلاش باك اللي في الحتة الفلانية، اللي في الاخر بتحس ان كل الحاجات دي بتتجمع في ضفيرة معينة في حلقة معينة علشان في الاخر توصلك لنقطة النهاية اللي انت عايز توصلها. كل دي اساليب تعتبر اساليب سينمائية اكتر منها روائية علشان توصل لي المعلومة، وده كان الاسلوب اللي استخدمه الكاتب هيثم موسى في كتابة رواية ديمونولوجي. يمكن من برضو الحاجات اللي ما عجبتنيش قوي هي ان الحوار كان واخد حيز كبير قوي من الرواية. يعني في اجزاء الحوار امتد فيها لصفحتين وثلاثة واربعة حوار، بس شخصيات بترد على بعض او شخصية بتتكلم مع نفسها بتقول وبتحكي. طيب افصل لي، بمعنى خلينا نفترض ان الراجل ده بعد ما اتكلم جزء سرح شوية فابتدي يفكر، فقلبنا من راوي متكلم او من حوار لراوي متكلم، هو بيفكر مع نفسه وبيفتكر فبيفتكر بصوته، فانا بقرا بصوته اللي حصل، فانت ستيل جمعت وادتني بقية المعلومات براوي مختلف وفصلت لي ما بين الحوار وما بين السرد علشان يكون في عملية توازن. وانا اتوقع ان الكاتب هيظبط النقطة دي بعد كده قدام، لان انا لا انكر ان البيز او الفاونديشن او الاساس بتاعة الكاتب هيثم موسى منكرش انها قوية، وواضح وباين قوتها كويس جدا، وواضح وباين جدا 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 المجهود الخرافي والخزعبلي اللي بذله الكاتب هيثم موسى في كتابة هذه الرواية وفي تجميع المعلومات لهذه الرواية. وبس كده يا صديقي، هو ده كل الكلام اللي عندي اللي انا اقدر اقوله لك بخصوص رواية ديمونولوجي للكاتب هيثم موسى. الحقيقة انا استمتعت جدا 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 بالعمل ده، وشايف ان هو واحد من الاعمال الكويسة جدا والجميلة اللي صدرت في عام 2022. لا انكر ان العمل بيه بعض الاخطاء، لا انكر ان العمل بيه بعض الهفوات، ولكن ستيل الكاتب هيثم موسى كاتب شاب وهو لسه في طور التطوير وفي طور ان هو يكون احسن واحسن واحسن. واتمنى طبعا ان اشوف الاعمال القادمة للكاتب بشكل احلى واكبر واقوى من كده، لان انا من ساعه ما قريت الروايه الصراحه وانا شايف ان الكاتب هيثم موسى مش بعيد يكون له مستقبل كويس جدا وكبير جدا في المستقبل قدام. وبس كده يا صديقي، هو ده كل الكلام اللي عندي اللي انا اقدر اقوله لك بخصوص روايه ديمونولوجي، وشكرا ليكم واشوفكم في الريفيو اللي جاي. السلام عليكم.